أهلا بكم يا أصدقائي. المصائب لا تأتي فرادى. الأمير بايزيد في مأزق. فبعد القضاء على جوليا من قبل بدري، الأمير بايزيد مش لاحق يحزن على جوليا، كمان متهم بالقضاء عليها. ملك بونتس قدر يوقع الأمير بايزيد في الفخ، وضحى ببنته جوليا علشان يتهم الأمير بايزيد ويحصل فرقة بين الأطراف. كمان السيد إبراهيم اللي هدد السلطان محمد الفاتح إما بمحاكمة الأمير بايزيد أو دفع الفدية، وكده بدل ما كان السلطان محمد الفاتح بيستعد لفتح بونتس، أصبح مهم جدا يثبت براءة بايزيد ويوحد الجبهة الداخلية من تاني، واللي كل ده مرهون ببراءة بايزيد، وهيقدر بعدها يحيد بنو كرمان. السلطان محمد الفاتح أمر بإحضار الأمانات المقدسة علشان يفضل العالم الصليبي في تفرقة وتكون فرصته في فتح بونتس كبيرة. على الرغم يا أصدقائي إنها الحلقة الأولى من الموسم، إلا إنها كانت قوية ومثيرة، في انتظار الحلقة التانية واللي واضح من الإعلان إنها تكون أكثر إثارة. بكده نكون وصلنا نهاية الفيديو، نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.